السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ انا نهى، دي قناتي. النهارده جايلكم بوصفه القشطوطه الترند اللي نازل جديد. قررت ان انا اعملها وما اروحش اشتريها. البنات قعدوا يقولوا لي يا ماما عايزينها يا ماما عايزينها، قلت لهم عيب لما اكون انا موجوده واروح اشتريها. هعملها لكم وهتطلع احلى من بره، وفعلا بفضل الله طلعت احلى من بره 100 مره. وهنعمل كمان تحتيها طبقه رز بلبن كده، حاجه كده كريمي من الاخر. واقول لكم على تكات تطلعوا فيها رز بلبن ده لو قعد معاكم 3 4 ايام اكنك لسه عاملاه، وحاجه كده كريمي، ولا هتشقق ولا هتنشف ولا اي حاجه خالص من اللي احنا بنسمعها ديت. وكمان هنعمل مع بعض صوص الكراميل اللي هو حكايه احلى كمان من المشروب من بره. بكوبايه سكر واحده بس هتعملي علبه تكفيكي لكل الكميه، وكمان يفيد منك. يلا بينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة الجبارة عشان الفيديو طويل. بصوا بقى يا حلوين، اول حاجة معايا كوباية رز دي مغسولة عادي خالص، مش منقوعة ولا اي حاجة خالص. بس اهم حاجة في الرز اللي هو يكون كمية، يعني نوع الرز يكون جيد عشان يديكي معاكي طعم رز حلو، وشكل الرزاية كمان يبقى باين كده في المعلقة وانت بتاكليها. بصوا حتى وما تغسلوش كتير، يعني هي يا دوبك غسله واحده كده بس على الخفيف كده. شايفين حتى لما تحس ان هي لسه يعني رز مش صافي كده، هو ده الشكل اللي انا عايزاه. ليه؟ عشان النشا اللي فيه ينزل، لان احنا مش هنزود نشا كتير، احنا هنحط نشا بس مش هنحطه كتير. بصوا بقى هحط عليه رتل ميه على ايه، على كوبايه الرز بتاعتي. يبقى على كوبايه الرز بتاعتي هحط رتل ميه. بصوا هيستوي، اسيبه على نار هاديه. التركه بتاعته يتساب على نار شمعه، يستوي وقت ما يستوي بقى ساعه، نص ساعه، حسب بقى بوتاجازي. بس بصوا لغايه بصوا ما يتهري كده خلاص. ومعايا كيلو لبن طبيعي. لا هو اسم الكيس يعني طبيعي، بس هو يعني انا قصدي يعني لبن بلدي ماشي. اللبن ده ما اتغليش، اللبن ده انا ما غليتهوش، هو هيغلي مع الرز. بصوا بقى الميه خلاص نشفت اهي كلها. هبدا انزل برتل اللبن، وهنزل كمان انا حطيت رتل ميه الاول على الرز، وهرجع احط نص رتل تاني ماشي. يعني هو كله هياخد رتل ميه ورتل لبن. بصوا بقى كده وهقلبه لغايه ما اللبن معايا يغلي. بصوا اللبن كان غلي، نزلت بنص كوبايه سكر، عشان السكر بتاعه ما يبقاش عليه قوي. دوقيه لو حبيتي الطعم بتاعه كده تمام، ما حبيتيش خلاص زودي السكر، السكر ده يرجع لك انتي. بس انا ما حبيتش اكتر في السكر عشان خاطر ما يبقاش يعني سكره عالي. وخدي بالك ما تنزليش بالسكر الا لما اللبن يغلي عشان ما يقطعش معاكي، دي معلومه مهمه. هنا بقى معايا 3 معالق معلقتين كبار قصدي نشا، ومعلقتين كبار كريم شانتيه، ومعلقه كبيره لبن نيدو ماشي. يعني كيس النيدو على معلقتين كريم شانتيه على معلقتين نشا، وهندوبهم بقى على نص كوبايه ميه كده. وهندوب ده كده كله، ده كله خليط اللي هنحطه على الرز واللبن بتاعنا عشان يربط. بصوا كده هنقلب قلب قلب عشان كله يفك. انا عايزين نشتري القشطوطه عايزه اقول لكم بقى مين اللي ما حطش لايك لغايه دلوقتي. اللي ما حطش لايك لغايه دلوقتي يلا بسرعه ينزل يعمل لايك ويعمل شير ويشترك في القناه، عشان الوصفه بتاعتنا النهارده خطيره. بصوا السكر بتاعنا كده داب بقى. طب ليه يا نوع احنا محطين اللبن وهو مش مغليش؟ عشان خاطر ناخد الدسامه بتاعته. هو كده كده هيغلي اصلا، يعني كده كده هيغلي مع الرز، متخافوش مش هيحصل اي حاجه، يعني هو غلي وبعد كده نزلت بالسكر. بس عشان خاطر يبقى كل الدسامه فيه في اللبن، وكمان بيدي طعم حلو جدا احلى ما يكون مغلي وانت تجيبيه. وبراحتك برضو لو عايزاه تعمليه مغلي وتحطيه، بس انا بحبه كده. بصوا بقى انا حطيت بقى، نزلت بالنشا بتاعي، ونزلت باللبن البودر والكريم شانتيه، الخليط اللي احنا عملناه، ونزلت بيه على الرز بلبن بتاعي. بصوا بقى ما شاء الله. بصوا انا هطفي على الرز بلبن بتاعي وهو كده، وهو كده يعني يا دوبك يكون بس يعني يكون لافف كده معانا، ما يكونش تقل ابدا. اوعي تخليه يتقل، عشان لو تقل معاكي تحطيه بقى في التلاجة هيشقق بقى وهينشف، هيبقى طعمه وحش جدا. دوبك بس النشا بتاعنا يبقى كده، يعمل فقاعات بتاعتنا دي زي هو شايفينها اللي انا بقول لكم عليها ديت، اهو شايفين اهو الحاجات دي كده. وبس خلاص هقوم طافيه على طول، علشان خاطر يبقى الرز بلبن بتاعي كريمي. وما تخافوش هيشد معاك وهيبقى جميل جدا وتحفه زي ما هتشوفوا كده معايا في الفيديو. بص خلاص هو كده غلي، خلاص هطفي عليه. اهم حاجه لو ياخد الغلوه دي وبس خلاص، وادفع عليه. وما تسيبهوش يهدى، على طول تقلبتين تلات. العلب اللي انا جايباها دي عادي بتصبي فيها عادي خالص، مفيهاش اي حاجه. على فكره ممكن تعملي بيها كمان مشروع وتبيعيها، بس انا بصراحه ما بعتهاش، احنا والله كلناها، بس انا كنت جايبها لهم من بره عشان احسسهم يعني اللي احنا يعني اكلنا بره، وانا جبتها لهم من بره بقى وكده. بص جبت بقى الحله بتاعتي جنبي ورصيت الاطباق بتاعتي. الطبق ده تقريبا كان 2.5 حاجه زي كده يعني. المهم اللي احنا نفرح برضو ولادنا.
وفرحوني بقى باللايك، يعني حطوا اللايك بقى عشان بجد الوصفه خطيره بجد وطعمها حلو قوي قوي قوي. بصوا حطي كده تقريبا في كل طبق اي كبشتين 3 كده، يعني حطي بقى اللي يعجبك، يعني خليكي كريمه، يعني ده عيالك اللي هياكلوا. انما لو هتبيعيه خلاص كفايه كبشتين، عشان خاطر ايه، يعني العلبه وانت بتغطيها بتعرف تتغطى الغطا ما يلزقش في الكيك ويبقى شكله كده معجن، ماشي، متبقاش عاليه قوي يعني. بس كده هبدا بقى. بصوا هنا ما شاء الله ولا لزق ولا اي حاجه خالص معانا، والدنيا زي الفل. دول هسيبهم بقى انا ايه اديهم لمريم ولا حاجه عشان انا كنت صايمه. بصوا بقى ما شاء الله رز بلبن معانا ما شاء الله. بصوا على طول بدأ وشه يكرمش على طول. وفات كمان، دول كمان حطاهم ايه في البولات دي. عايزه اقول لكم اللي كانوا في البولات دول كان طعمهم تحفه. بصوا كده هسيبه، مش هحطه في التلاجة ولا حاجه، واوعي تغطيه وهو سخن، لما يبرد خالص بعد ساعه ساعتين غطيه، غير كده ما تغطيش عشان وشه ما يعملش ميه من عليه. هحطه بقى بره وارجع اعمل بقى ايه الكيكه بتاعتنا. معايا 5 بيضات، معايا 5 بيضات، مش حجم ايه، حجم كبير. لو البيض صغير لا حطي حق ايه، يبقى حطي ايه 6. ومعايا نص كيلو دي اسبونج فانيليا. ومعايا كمان اللهم صل على النبي كيسين فانيليا، انا بحب نكهه الفانيليا تبقى عاليه. ومعايا كوبايه ميه اللي هي 200 مللي، اللي هو المج الشاي العادي، اللي هو العادي ده، ما تزوديش عن كده. او ممكن كمان تحطي ربع كوبايه ميه كده، وبعد كده ايه تشوفي يعني عايز تاني ولا لا. بصوا هنبدا بس اقلبه كده كده كله. وكل المقادير طبعا هسيبها لكم في صندوق الوصف زي ما انتوا عارفين. هم 5 بيضات، عليهم نص كيلو دي اسبونج، عليهم كيسين فانيليا، عليهم كوبايه ميه 200 مل. وابدا اضرب بقى بالايه بالمضرب اليدوي. للاسف لازم تتعمل على مضرب كهرباء، قصدي مضرب كهرباء مش مضرب يدوي يا بنات، مضرب كهرباء. للاسف مش هينفع في الخلاط ولا المضرب اليدوي، لازم مضرب كهرباء عشان تنفش كده معانا وتبقى يعني هشه كده وتبقى جميله. بصوا بقى هبدا اضرب 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 اضرب، وبعد كده هجيب البايركس بتاعي وادهنه، ادهنه شويه زيت. للاسف هو كانش عندي ورق زبده، فانا لازم اتصرف، انتوا عارفين ان انا لازم اتصرف يعني. فهعمل ايه، هبدا اللي انا ايه ادهن كده ايه الصاج بتاعي زيت. بس قبل ما احطه تاني في البتاع هبدا ان انا اضربه عشان لو في اي حاجه. بصوا شايفين ده القوام اللي انا عايزاه، بعلم كده فيه العلامات بتنها ايه يعني ثابته كده، شايفين اهو زي ما انا بوريكم كده. ودي احسن طريقه صدقوني. بصوا ما شاء الله الخليط نازل ازاي، ما شاء الله عليه جميل. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوها وتعملوا لي كمان لايك. يلا يا حلوين حطوا اللايك واشتركوا كمان في القناه. بصوا بقى عشان طبعا انتوا عارفين ده بايركس، انا مش هعرف اخبطه على الرخام هيتكسر مني. فانا هبدا ان انا اجيب عود شيش طاووق كده عشان اخرج الفقاعات. انما انتي لو عامله في صينيه الومنيوم ولا حاجه اخبطي، بس الاحسن اعملي في شيش طاووق احسن، بدل ما الصينيه تطرطش عليكي وتبهدلك المطبخ. فعلى ايه يعني البهدله دي كلها؟ لا هو شيش طاووق عشان يطلع بس الهواء اللي في الكيك بس كده. واحط على درجه حراره 180 لغايه ما تستوي تقريبا بتاع نص ساعه كده، وهي طلعت معانا اهي ما شاء الله. هي الكيكه دي مش بتعلى قوي ماشي. بصوا بقى الطبقه ديت ايه دي الطبقه اللي بيبقى بتاخده يعني الريحه بتاعه البيض والطعم اللي احنا مش بنبقى حابينه شويه. فهبدا ان انا ايه اقشرها كده زي ما انتم شايفين، بس بتشيل بكل سهوله كده على طول بالسكينه. هبدا ان انا ايه اقشرها، وبعد ما اقشرها هسيبها هغطيها واسيبها تهدى كده مع نفسها شويه لغايه ما تبرد خالص، عشان ابدا اسقيها باللبن اللي انا هقول لكم عليه نعمله ازاي. بس دلوقتي تعالوا نعمل ايه الكراميل بتاعنا. معايا كوبايه كبيره كده، كبيره شوب كبير عشان نعمل كوبايه حلوه. يلا بقى نحطها كده في الطاسه بتاعتنا. بس عايزه اقول لكم على حاجه، بلاش نعمل الكراميل في حاجه تيفال او جرانيت او الحاجات دي، لا بلاش نعمل الحاجات دي خالص، خلينا نعملها في الومنيوم يا اما ستيل، عشان الحاجات دي بتبقى احلى في البتاع. عشان انا لما عملته في الجرانيت خد وقت مني شويه، وبعدين بصوا عمل اللون ده كده، هو كان جميل وكل حاجه وتحفه، بس ما كانش مديني اللون اللي انا عايزاه ماشي. فدي نصيحه انا بقولها لكم، بلاش تعملوا في جرانيت او بلاش تعملوا في التيفال، اعملوا في الستانلس او اعملوا في الالومنيوم عادي. وعلى فكره الشربات برضو نفس الكلام، تعمليه في الومنيوم بيبقى تحفه، غير لما تعمليه برضو في جرانيت او تعمليه في تيفال. انا اسفه على صوت العربيه ده، بس مش عارفه في ايه، العربيه كلها معديه دلوقتي يعني. بصوا انا مش هاجي جنبه خالص، انا هحط السكر ومش هاجي جنبه خالص لغايه ما يسيح كده زي ما انتم شفتوه. وبعد كده ببدا ان انا اقلب لغايه ما ادوب السكر خالص.
شايفين هو مدانيش اللون الغامق شويه عن كده. خدي بالك اوعي يغمق منك عن بعد كده، يعني يا دوبك يبقى دهبي شويه كده، اوعي يغمق منك عشان لو غمق هيمر وتبقى طعمه وحش. هنزل بقى ايه مكعبين 3 كده كبار من الزبده، بس عشان كانوا صغيرين فكانوا مقطعين، فانا عارفه ان هم 3 يعني ايه 3 مكعبات كده كبار حلوين بالزبده. وشمي بقى الريحه الخطيره، الريحه دي في الوقت ده تبقى جباره. بس كده هقلب اقلب اقلب. عايزه اقول لكم اللي بلبن يعني بيقول اللي دي اكثر حاجه بتتباع عنده في 2023، يعني من اخر 2022 كده ل 23 دي اكتر حاجه بتتباع عنده. الناس واقفه عليها طوابير طوابير، مش عارفه ليه، مع ان هي حاجه بسيطه جدا. هي اصلا كيكه التشيرشي اللي ايه تريتشي اه فهي اصلا كده، بس تحتها رز بلبن. بس عايزه اقول لكم الطعم بصراحه جبار. المهم الزبده دابت معانا كده زي ما انتم شفتوا. بصوا اللون الخطير. نزلت بقى عليه بكوبايه لبن، يعني تكون سخنه ما تكونش ساقعه. ليه؟ عشان الخليط بتاعنا يفك كده على طول. شايفين هو كده خلاص الخليط بيفك معانا. واطفي النار في الوقت اللي انت هتحطي فيه اللبن، ما تخليش اللبن يبقى النار تبقى ولعه عشان خاطر ايديكي. خدي بالك من ايديكي، ما يكونش حد من العيال معاكي ولا اي حاجه. وهنزل بقى عليها ايه بذره ملح صغيره كده زي ما انتم شايفين، ربع معلقه يعني على طرف المعلقه كده بس ايه ملح. وهبتدي بقى ايه اجيب كده من كل الجوانب عشان اجيب السكر. ده اللي بقى بقول لكم عليه، لو احنا عاملين في الستيل ولا عاملين في الالومنيوم مش هضطر ان انا اجيب من تحت، هي خلاص بتسيح لوحدها. انما ده بيجمع السكر كده شويه. بصوا بقى كده ما شاء الله لونه كان جميل ازاي. هجيب بقى كده معايا نص معلقه نشا على ايه على نص كوبايه ميه، وهبدا انزل بيهم على الخليط بتاعنا دوت عشان ايه يربط معايا كده بقى ويبقى صوص خطير. بصوا لونه تحفه اهي. ادي بقى نص كوبايه ميه على ايه نص معلقه النشا، ودوبتهم كده مع بعض كويس. وابدا اللي انا نزلت بيهم على خليط السكر بتاعي، واقلب قلب 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 قلب. بصوا اللون ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يلا احلى لايك بقى. يعني كل شويه افكركم على فكره، وبرده في الاخر ما بتحطوش، زعلانه منكم مش بتعملوا شير كمان. يعني انا بحاول اجيب لكم والله كل حاجه جديده، وبحاول ادور على كل حاجه ايه يعني تبسكوا وتخليكم تعرفوا تعملوا كل حاجه في البيت. بصوا ما شاء الله يعني خلاص. بصوا بقى عسل. احلى صوص كراميل ممكن يعني تخليه عندك لرمضان، وصفات رمضان طبعا. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان. رمضان جاي بقى والوصفات الخطيره كلها هتشتغل. بصوا بقى كده اهوت خلاص كده طفيت عليه اصلا، بس عماله ايه ادوب برضو فيه لو في اي حاجه برضو يعني متكتله ولا حاجه مكان النشا ولا حاجه، ببدا ان انا ايه اسيحها برضو كده ايه على البوتاجاز بتاعي. والنار مطفيه، النار مطفيه، بس لازم النشا طبعا يبقبق وبعد كده ندفع عليه ماشي زي الرز باللبن كده. بصوا ما شاء الله. بصوا عامل لي علبه قد ايه، وكان في كمان لسه في الطاسه بتاعتي، بس طبعا يعني ما شاء الله رؤيه وماني ايه بالهنا والشفا كلوهم. انما دي بقى دوت اللي انا ايه شلته في الثانيه كده. خلاص بقى الكيكه بتاعتي خلاص ايه شلت الوش بتاعها. بصوا ما شاء الله حجم الكيكه جميل ازاي، الارتفاع بتاعها خطير بصراحه وطريه وجميله تحفه تحفه تحفه. هبدا بقى اللي انا اعمل ايه، هبدا اللي انا اسقي الكيكه بتاعتي الخليط اللي انا عاملاه. بصوا هو الخليط بتاعي عباره عن كوبايه لبن كبيره، يعني تقريبا ربع كيلو لبن كده، وعليه معلقتين 3 كبار معلقتين 3 كبار قشطه، وكيس لبن بودره. يعني كيس لبن بودره و3 معالق قشطه كبار وايه وربع كوبايه لبن. وبدات ان انا اسقيهم لغايه ما احس ان الكيكه بصوا يعني بتطلع لبن كده. شايفين بتبوظ لبن، حاجه باظت خالص كده، فاهمين هو كده. وهسيبها على جنب ساعتين لغايه ما تتشرب. شايفين اللبن لغايه ما تتشرب كل اللبن ده كده خلاص. بصوا خلاص بقى كده بقى بدوس عليها بالمعلقه خلاص ما فيش حاجه ايه خلاص هي شربت كل اللبن اللي معايا. هبدا اعمل بقى ايه هجيب الكريم شانتيه اللي انا ضربته ده كريم شانتيه عادي خالص مفيهوش اي حاجه. انا ضرباه مع معلقتين 3 سكر كريم شانتيه خام، يعني ده ربع كيلو كريم شانتيه خام على معلقتين 3 معالق كبار سكر على كوبايتين لبن ساقعين جدا 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 من الفريزر على معلقتين كبار لبن بودره عشان يديني الطعم المميز بتاع القشطوطه. وبدات ان انا افردهم كده على الكيكه بتاعتي بعد ما قعدت تشرب ساعتين. وبعدين بدات اسوي الاحراف بتاعتي، وبعدين كده بدات اقطعها بقى ايه الطريقه اللي انا عايزاها مدوره هقطعها، عايزاها مربعات هقطعها. وخلاص على كده خلصنا القشطوطه بتاعتنا القمر العسل. عايزه اقول لكم كانت تحفه. يلا بسرعه قوموا جربوها
واعملي بقى لايك واعملوا شير واشتركوا كمان في القناه عشان كل جديد يوصل لكم. حلوين، تعالوا اقول لكم بقى ايه رؤية كانت بتعمل ايه معايا في المطبخ، ومريم كانت نايمه ومجنناني. انا اصلا عشان اعرف اعمل القشطوطه دي كنت منيماهم هما الاتنين. بصوا انا ورؤية بنتخانق اصلا على مين يدوق. بصوا هي خدت برضه الملعقه ومصممه هي تدوق. ايه يا رؤية؟ والله العظيم حبيتها. حبيتيها يا اختي؟ قولي لهم يلا بسرعه جربوها يلا والنبي جربوه. عشان بجد هي طعمها حلو. طب ما تيجوا بقى ندوق، ماما تدوق بقى صح؟ لا انا والله بقى ليا ايد، انا ليا ايد بقى باخد. طب هات. تسلم ايدي بجد. يلا بسرعه قولي تسلم ايدك يا نونو، واحلى لايك واحلى شير، وقوموا بسرعه جربوها انها بجد طعمها تحفه. استني اوريهم كده. وزي ما قلت لكم الزبيب الاحمر ده بيفكركم بايه؟ مجرد اشتراك. ممكن تعملوها بالتوينكس، هتبقى تحفه كمان وجميله جدا. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.